بتبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الغرفة 207 بواحدة اسمها سارة رايحة زيها زي جمال أول ما راح الأوتيل، كلها إشراق وحيوية علشانها تتوظف في الريسبشن. ومصطفى وهدى ومديحة اللي بيشتغلوا في الأوتيل كانوا واقفين على باب أوضة الخواجة مايكل ومتحمسين علشان يعرفوا هتشتغل معاهم فعلا ولا لأ. وجمال لأنه ما شافهاش ما كانش فاهم سبب حماسهم وراح على شغله، وجاله نزيل كان ماشي من الأوضة 207. فجمال قال له هو قلقان أتمنى ما يكونش في حاجة ضايقتك في الأوضة 207. والراجل ما كانش فاهم هو يقصد إيه لأنه ما حصلوش حاجة في الأوضة. والراجل ده كان رفعت إسماعيل بطل رواية ما وراء الطبيعة لدكتور أحمد خالد توفيق. بعدها سارة راحت لجمال بكل حماس واتعرفت عليه وقالت له إن هي تستلم معاه الشغل من بكرة في الاستقبال. وجمال أعجب بيها من أول نظرة وطلعوا هما الاتنين بيحبوا القراية زي بعض. امسك نفسك يا حبيبي. وتاني يوم هدى اللي خدت بالها ان جمال معجب بسارة قالت له ان هي تفطر معاهم في الاوتيل، ولو عايز هو كمان يفطر معاهم لان جمال متعود ان هو يفطر كل يوم على الشط. ففعلا غير رأيه وفطر جوه الاوتيل مع سارة وعلشان سارة، وهي كمان كانت واخده بالها من كده وعرفته على نفسها اكتر وقالت له ان هي من اسكندريه بس نقلت مرسى مطروح علشان تبقى جنب الشغل. وهو كمان عرفها على نفسه ولقى ان الروايه اللي معاها بتاعت اجازا كريستي، فقالت له ان هي اكتر واحده بتحب تقرا لها. وسالته بتحب الالغاز لان اجازا كريستي كتبت روايات بوليسيه، فقال لها بكل غرور الصراحه كل واحده عدت عليا كانت لغز بس انا كنت بعرف احله. قالت له لا يبقى شكلك مالكش في الالغاز اللي بتشغلك دماغك، انا بقى بحب التفاصيل الصغيره اللي محدش بياخد باله منها. فقال لها زي ايه؟ قالت له زي انك عورت نفسك وانت بتحلق النهارده علشان كنت عايز تيجي تفطر معانا، وزي اني اول ما هقوم دلوقتي هدى هتجيلك جري وتسالك كنا بنقول ايه. فاتحرك جدا وسابته وقامت، وهدى فعلا راحت له وبداوا الشغل سوا. والست اللي في الاوضه 207 كلمته وقالت له اطلع لي عايزاك، وساب ساره وطلع لها 207 والباب اتفتح لوحده ولقاها جوه. وقالت له قول لي يا جميل الواحد ممكن يعمل ايه علشان اللي بيحبه، واختفت. وظهرت له تاني وقالت له جاهز للي جاي المره دي، ولقاها لبست طرحه عروسه. فقال لها انت مين وعايزه مني ايه؟ قالت له تفاصيل يا جمال، ندور على تفاصيل صغيره لما تجمعها هتفهم اللي جاي المره دي لغز من الالغاز اللي انت ما بتحبهاش بس لازم تحله. يا ترى بقى هتعرف تحله ولا لا؟ اقول لك ندور على تفاصيل صغيره. هو مش ده برضو كلام ساره؟ فخاف على ساره وقال لها ساره ما دخلتش الاوضه هنا ومش هتدخلها. ونزل لعمي مينا واداله المفتاح وقال له خليه معاكم ما تطلعوش لحد ابدا، ولو الخواجه سال قول له محجوزه واذا كان على الفلوس انا اللي هدفعها. في الوقت ده بقى هدى ومديحه كانوا بينظفوا الاوض، ومديحه قالت له هدى اللي كانت عايزه تنظف اوضه 207 ان عمي مينا قال لهم ما يدخلوش الاوضه 207 ولا يقربوا منها. فهدى اللي ما تعرفش قصه الاوضه الفضول قتلها وغفلت مديحه ودخلت الاوضه، وجوه فتحت مجله وقع منها خاتم فضه تحت السرير. فنزلت علشان تجيبه وكأن حد سحبها وصوتت. في نفس الوقت في الريسبشن وبعد ما جمال اطمن ان الاوضه خلاص اتقفلت، ساره قالت له ان في عرسان حاجزين الاوضه 207 من زمان قوي وجايين النهارده. فافتكر اول لغز وهي طرحه العروسه اللي لبستها الست بتاعه الاوضه. وبعدها لقى فعلا العرسان وصلوا وحاجزين الاوضه باسم محمد ومها. محمد داخل معاه شنطه تقيله، وجمال وساره شايفين معاه عروسه مغطيه وشها وما نطقتش ولا كلمه بس من زاويه تانية مش بنشوف العروسه. فجمال اعتذر له وقال له ان الاوضه محجوزه وفي اوض تانية فاضيه ممكن ينزل فيها. فمحمد اتعصب عليه وقال له انا طلبت 207 ومش هنزل الا فيها، وطلب مدير الاوتيل. فمينا دخل له واداله المفتاح وقال له الاوضه 207 فضيت وجاهزه، وبارك لمحمد اللي طلع الاوضه ومرضاش يخلي حد يشيل له الشنطه بتاعته. وساره كانت مستغربه وقالت لجمال ليه ما كنتش عايز تديله اوضه 207 ومالك من ساعه ما جالك مكالمه التليفون وانت مش طبيعي وكانك بتحاول تخبي حاجه، وعمي مينا كمان هو في حاجه انتوا الاثنين عارفينها ومش عايزين تقولها لي؟ وجمال كان ساكت وخايف من اللي الاوضه هتعمله واللغز اللي لسه مش عارف يفهمه علشان يحله. بعدها مصطفى طلبه وطلعوا هما الاثنين وقفوا في الطرقه اللي في اتجاه اوضه 207 ولقوا دم فيها، وكانوا مستغربين الدم ده جاي منين بس شايفينه رايح في اتجاه الاوضه 207 وكانوا عايزين يخبطوا علشان يطمنوا عليهم بس مينا راح لهم وقال لهم ما ينفعش. فجمال قال لي مينا انت عارف اللي في الاوضه ده يبقى مين مش كده؟ قال له قلت لك الاوضه دي ما بيدخلهاش غير اللي بتطلبه، انت شايف شكله كان عامل ازاي؟ تفتكر هيسكت؟ قال له يعمل اللي يعمله، ما كانش ينفع نسيبه يقعد في الاوضه دي ولا ينفع حد تاني يدخلها. في الاوضه بقى محمد سمع صوت واحده بتقول له حبيبي وحشتني وفرح قوي، والواحده دي مش مع مراته. وتاني يوم محمد طلب من الريسبشن لوح تلج. فطبعا جمال استغرب وبعت له فعلا التلج، والعامل اللي طلعه له شم من الاوضه ريحه وحشه. في البريك جمال قال لي مين انه طلع الاوضه والست اللي بتظهر لي فيها قالت لي ان في لغز ولازم احله زي ما ساره قالت بالتفاصيل. وقال له ان ساره ما تعرفش حاجه ولا عايزها تعرف ولا تقرب من الاوضه لانه مش عايزها تشوف اللي هو شايفه. وقال له كل التفاصيل قدام عيني بس مش قادر اوصلهم ببعض، الحاجه الوحيده اللي قدام عيني العروسه مها الغندوري، انا متاكد اني سمعت الاسم ده قبل كده. وقال له انه هيسال واحد صاحبه ممكن يعرف له هي مين.
مديحة دخلت المخزن لقيت هدى الرغاية بعد اللي حصل لها في الأوضة 207 قاعدة في الضلمة وبتتمتم وما اتكلمتش معاها ولا حتى ردت عليها وسابتها ومشيت. وبالليل جمال جاله كابوس وشاف نفسه في مستشفى وايد شاحبة وزرقاء طالعة من تحت السرير وراه الست بتاعة الأوضة متجسدة على شكل دكتورة، وقالت له حاولنا نساعدها وعملنا كل اللي نقدر عليه، لكن للأسف الحالة كانت متأخرة. فقال لها انت جيتي هنا ازاي؟ فرجعت تاني زي ما هي وقالت له كده اديتك تاني تفصيلة. هاي جمال قدرت تحل اللغز وبعدها اختفت. فشال الغطا من على السرير ولقى اللي تحت الغطا محمد، ففاق من الكابوس. وتاني يوم محمد نزل لجمال وهو مستعجل وقال له عايز تلج كتير، كل اللي تقدر تجيبولي طلعولي الأوضة. بعدها سارة اللي كانت سرقت فايل الأوضة 207 من مكتب عم مينا وبحثت فيه راحت لجمال وقالت له انا عرفت ايه اللي بيحصل في أوضة 207. وقعدوا سوا مع عم مينا وقالت لهم تعالوا نبتدي بالتفاصيل. اول حاجة ليه محمد طلب ينزل في أوضة 207 بالذات؟ علشان دي مش اول مرة ينزل فيها، وكل مرة بيجي في نفس الميعاد والتاريخ. دي رابع سنة محمد يتجوز فيها ويجيب مراته نفس الأوتيل علشان ينزل في نفس الأوضة علشان يقضي معاها شهر العسل هنا. والسؤال دلوقتي اللي اتجوزهم قبل كده راحوا فين؟ والعروسة اللي شفناها كانت مغطية وشها وما نطقتش بولا كلمة وكأنها كانت خايفة تتكلم أو بتداري على حاجة. كلنا شفنا محمد بيتصرف ازاي، مش يمكن يكون جوزها بيمد ايده عليها والتلج اللي بيطلبه يمكن علشان الكدمات اللي بيعملها في مراته؟ فمينا سكتها وقال لها انا مش مصدق اي حاجة من الكلام ده، دي مش رواية ولا لغز من الألغاز اللي بتقريها. وفريدي انه كان بيتجوز ويطلع علشان بيضرب مراتته، احنا مالنا وايه اللي ممكن نعمله؟ قالت له ممكن نساعد مراته. قال لها بصفتنا ايه؟ احنا ملناش دعوه، مش عايز كلمه زياده في الموضوع ده. قالت له بس انا مش هستنى لحد لما هي تشتكي علشان الحقها، وسابتهم ومشيت. وقال لجمال طول ما هي مش فاهمه الحقيقه هتفضل وراها لحد لما هتوصل لاخر مكان انا وانت عايزينها تروح له اللي هي الاوضه 207. بعدها سارة شافت محمد خارج من الفندق فطلعت الأوضة وقالت لمها أو اللي مفكراها معها ممكن تفتح الباب وتكلم مع حضرتك؟ فقالت لها ما اقدرش. محمد فين؟ فقالت لها محمد تحت. قالت لها محمد هنا واقف وراكي، وفعلا كان وراها وزعق لها. فجمال طلع لها وحاول يهدي الموضوع فضرب جمال، وراحوا كلهم للخواجة مايكل اللي اعتذر لمحمد على اللي حصل. ومحمد قال له انه مش عايز اي حد يقرب من الأوضة. ولما محمد مشى جمال قال له صدقني انا ما غلطتش، هو اللي مد ايده عليا. قال انا متأكد واحد زي ده اكيد هو اللي ابتدى. وسارة هي كمان اعتذرت له. ولما خرجوا بره اتأسفت لجمال وقالت له انا ما كنتش عايزاك تدخل في مشكله بسببي، مع ان اللي حصل ده بيأكد ان كل كلامي صح. قال لها لو ما كنتش موجود كنت هتتعاملي معاه ازاي؟ قالت له مراته معاه لوحدها، يعني لو بيعمل فيها زي ما عمل معاك هتعمل هي ايه لوحدها؟ قال لها من فضلك ارجعي كملي شغلك وانا ورايا مشوار، ولحد اما ارجع ما تعتبيش الاوضه دي. بس لما نزلت الريسبشن الست اللي في الاوضه 207 كلمتها وقالت لها انا ممكن اشوفك، محمد مش موجود، انا خايفه قوي. فساره هي كمان كانت خايفه من محمد بس طلعت لها، وده كان فخ. جمال في الوقت ده راح وكلم صاحبه اللي كان قايل له يسأله على مها قبل كده، وقال له ان هي كانت في المستشفى لانها حاولت تنتحر قبل الفرح. فراح المستشفى والدكتور قال له ده حقيقي، ومها حاولت تنتحر قبل الفرح لانها مش بتحب محمد ومش عايزه تتجوزه، بس مع ضغط الاهل اضطرت ان هي توافق. ولما عرف من جمال ان مها دي الجوازه الرابعه لمحمد استغرب قوي، وقال له محمد صاحبي من زمان من ايام مراته الاولانيه نرمين، كانت بينهم قصه حب كبيره انتهت بالجواز، بس الجواز ما كانش هو النهايه السعيده لان نرمين جالها المرض الوحش وجات لنا هنا المستشفى، ومحمد كان بيحبها قوي وما بيعديش يوم ويفارقها، بس للاسف الحاله كانت متاخره. وهنا جمال افتكر الست اللي بتطلع له في الاوضه 207 لما ظهرت له في المستشفى وادت له التفصيله الثانيه. والدكتور كامل وقال بعد ما نرمين ماتت كلنا افتكرنا ان محمد مش هيقدر يستحمل، وفعلا بعد عننا واختفى وما شفناهوش تاني الا في الليله اللي جه فيها مع مراته الجديده معاه. فجمال جمع التفاصيل ببعض وقال له انا لازم امشي حالا، ورجع الاوتيل وجات له مكالمه من الست اللي بتظهر له في الاوضه وقالت له اتاخرت يا جمال. اتاخرت قوي. فقلع على ساره وطلع جري للاوضه، لقى واحده بتقول له انت مين ودخلت هنا ازاي؟ فقال لها فين ساره؟ قالت له ساره مين؟ انا عايزه محمد. محمد فين؟ فبص على الشنطه اللي كان جايبها محمد معاه. فالست دي عيطت وقالت له ما كانش في حل تاني، كان لازم يعمل كده. وجات له الست التانية وقالت له هيا يا جمال قدرت تحل اللغز ولا لسه؟ فاتخض وطلع من الاوضه جري وسمع صوت ساره بتصرخ، فطلع لها ولقى محمد حاطط السكينه على رقبتها. فهداه وقال له استنى انا فهمت خلاص وحلت اللغز. مصطفى لقى باب الاوضه مفتوح فنادى عم مينا ودخلوها وشموا فيها ريحه وحشه قوي ولقوا جثه عروسه في البانيو. طبعا في حاجات كتير مش مفهومه في الحلقه دي هتتفهم دلوقتي حالا، لو لسه ما عملتوش لايك اتمنى تعمله. جمال قال لمحمد التفصيله الاولى الواحد ممكن يعمل ايه علشان خاطر اللي بيحبه. نرمين دخلت معاك الاوضه وبعدها بسنه في نفس الميعاد جيت الاوتيل تاني وفي نفس الاوضه بس المره دي مع مراتك الجديده. وهنا تيجي تفصيله تانية ليه نفس الميعاد ونفس الاوضه؟ فمحمد رد عليه وهو بيعيط وقال له علشان نبقى مع بعض. قال له ده العرض اللي عرضته عليك الاوضه، هرجع لك نرمين مره كل سنه بشرط تنفذ اللي الاوضه عايزاه منك. لكن للاسف
الأوضة ما بتديش حاجة من غير تمن، علشان كده كنت كل سنة وفي نفس الميعاد بتتجوز وتقتل اللي بتتجوزها وتجيبها معاك الأوضة. بس لما جيت الأوتيل المرة دي مها ما كانتش معاك. الأوضة هي اللي خلتنا نتخيل إن مها كانت داخلة معاك، لكن الحقيقة انت قتلتها وحطيتها في الشنطة. علشان كده شفنا نقط دم في الطرقة قدام باب الأوضة، وبتطلب تلج كل شوية علشان ما نشمش ريحة جثتها. فمحمد عيط ونهار وساب سارة وقال كل اللي كنت عايزه اننا نكون مع بعض. نرمين ما كانتش المفروض تموت، كان المفروض تبقى معايا. والبوليس والإسعاف وصلوا واخدوا محمد وجثة مها. تاني يوم جمال قعد مع سارة وحكى لها عن كل اللي يعرفه عن الأوضة 207. فقالت له يبقى في حاجة من كل اللي بتختارهم. التفاصيل لو جمعتها كلها هتلاقي ان ده التفسير الوحيد. قال لها من قدامك اهو، دخلتها كذا مرة وما حصليش حاجة. قالت له او جايز لسه الدور ما جاش عليك. ده اللي التفاصيل بتقوله، الأوضة اختارتك لكن لسه الدور ما جاش عليك. فقال لها الأوضة دي لازم تتقفل. قالت له مش هتتقفل، مش علشان الخواجة عايز كده، علشان الأوضة عايزة كده. وادت له ورقة جورنال فيها خبر ان محمد انتحر في الحجز. والأوضة نظفوها، والبرواز اللي فيها اللي بيتغير كل شوية بقى لصورة محمد ولمراته نرمين. ومينا نزل بالمفتاح وقال لسارة ان مايكل عايزها. ولما مشيت مينا قال لجمال انت قلت لها كل حاجة. فافتكر الست اللي في الأوضة 207 لما قالت له انت عارف ايه اللي هيحصل في النهاية، حتى لو انقذت سارة المرة دي مهما حاولت سارة مش هتخرج من هنا عايشة. فقال له قلت لها على اللي ينفع يتقال. ومينا رجع مكتبه وهو بيلم دفتر أوضة 207 وقع منه واتفتح على صفحة فيها نزيل اسمه سعيد محمد الصواف، وكان نزيل في الأوضة 207 سنة 34 وأحداث المسلسل سنة 68. في الأغلب سعيد ده بيكون والد جمال لأن جمال اسمه جمال الصواف. يمكن نفهم في الحلقات اللي جاية سبب كره والد جمال لجمال ويكون متعلق بالأوضة 207. مينا لما الدفتر اتفتح على الورقة دي ما أخدش باله من الاسم. في الوقت ده هدى وبعد اللي شافته في الأوضة راحت محطة القطر وانتحرت. بس كده ده كان اخر مشهد من الحلقه الثالثه من مسلسل الغرفه 207. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار اول ما انزل الحلقات الجديده. سلام.